الاسم عبد الله فواز عبد الله، اسم حركي مابي، مواليد 96، 29 سنة العمر، من سكان قرية طوق الملح. كوضعنا بعيش عادي بسيط، كوضع المادي كمان بسيط. احنا تقريبا شي 12 واحد بالعائلة. الدراسة درست للصف السادس. بعد الصف السادس تركت المدرسة لأنه ما في نتيجة، والوضع المادي تحت الصفر، فاضطرينا نشتغل. تركنا المدرسة وتركنا بكل شيء، اضطرينا نشتغل لأنه ما في حدا يساعد بالوالد غير احنا. صرنا نشتغل أول شيء عمال عادية، بعدين قلبنا على صرنا نشتغل حلويات. اشتغلنا حلويات لفترة، ل9 سنين تقريبا احنا نشتغل حلويات. كانت الدواعش بالقرية اللي بيها احنا واللي بجنبنا، فاحنا اضطرينا نطلع لحد ما اجوا الرفقات حرروا المنطقة كلها الرفاق. كنا نشوف الرفاق شلون معاملتهم مع الهدام تبعهم، فحبينا انه نتدخل نفوت بالحركة هاي. وبعد ما كمان نشوف ببعض رفقاتنا يفوتون من متطوعين او منتسبين، وقت يجون نشوف ونسمع ايش يحكوا لنا، فحبينا نفوت على الحركة هاي. ففتنا على الحركة هاي بال 2016 12/10 فتنا عليها، انه بيناتهم الروح الرفاقية. في عندهم روح رفاقية مو مثل اي شيء، روح رفاقية قوية، ولهالشيء هذا وحبينا نفوت. ثانيا كمان انه نحرر بلدنا من هالخلايا، من داعش مع داعش. خضعنا دورة 45 يوم. بالدورة تعلمنا بيها شغلات كثيرة. أول شيء الانضباط، ثاني شيء الروح الرفاقية، شو بدك تتعامل مع رفيقك. تعلمنا دروس سياسية ما كنا نعرفها بحياتنا. أيام مدرسة النظام كان أكثر شيء يدققون على التاريخ، ما كان في تاريخ إنه كمجموعة كردية، ما كان في الشيء هذا. كله يحكي عن بيتهم هم بس. فبالدورة تعلمنا شغلات كثيرة، قلت لك مثلا الروح الرفاقية، الانضباط، كثير شغلات تعلمناها بالدورة. هلا كانوا أكثر دروس يعطونا إياها اللي كنا نشارك بيها هي الدروس السياسية. الواحد يتعلم سياسيا أكثر، يعني كانوا يعطونا السياسي، إنه شلون كانت حياة القائد وشلون تأسس الحزب بالحركة هاي. يعني بعدها صار يعطونا عن حركة السلاح. الوقت كنا نخلص البروردة كنا نطلع كمجموعة احنا نزيد معلوماتنا عن القائد، انه القائد هيك والقائد. كان في عندنا كتاب واحد يقراه واحنا كلياتنا يعتبر مثل الدرس الثاني، لان احنا كنا نتعلم اكثر، نقوي بعضنا ببعضنا. هلا احنا بعد ما خلصنا الدورة السياسي بلشنا بالعسكري. خلصنا العسكري قاموا اعطونا اجازات زدنا على البيت. تعرف انت بالبيت تجي القرايبين والاصدقاء يقعدوا يتونسوا ويقولوا لنا شوف شفت بالدورة. كنا نقول لهم الدورة كذا كذا تعلمنا كذا، يعني تعلمنا شيء كويس. صارت في رفاق بدأت تنضم، فعلا في كثير رفاق انضمت للحركة هاي عن طريق نحكي لهم احنا انضمت. بعد خلصنا قمنا نزلنا إجازة، بعد إجازة التحقنا على على الفوج. احنا ما كانت أفواج، كانت شو اسمه فرق، فالتحقنا على الفرقة الثالثة بالقنطري أيام بال 2017. كان مستلمها الشهيد باهوز سركانية. بوقتها نزلنا بالليل ما نعرف، احنا 3 باصات نزلت ما نعرف وين احنا رايحين، بس انه رايحين على قيادة. بوقتها بالليل فرزونا
كل من على نقطته. شو قعدنا مع رفاق قديمين وصار يعطونا معنويات وقالوا إنه هيك كذا وهيك كذا، بالليل هيك يصير وبالنهار هيك يصير. دي لحد ما مشت حملة الرقة، أول حملة لي. اطلع اجبلك. مشت حملة الصحراء. بوقتها أخذونا على منطقة اسمها قنطري، في منطقة اسمها لقطة أخذونا عليها. بذيك الحملة كان يصير اشتباك على النقاط اللي بجها، كان بيرفق عندنا، كان طريقة دواعش من بجربنا، كان بي نقطة للدفاع الذاتي، كان كل ما يروحوا يرجعوا يضربونهم. وبوقت ثاني يوم الصبح صار اشتباك وصار عندنا شهيدين، الشهيد عبد الحكيم وعبد الرحمن استشهدوا بال 2017 15 واحد. اجوا الدواعش اخذوا النقطة والرفاق جاء امر انسحابهم وانسحبوا، قاموا استشهدوا اخذوهم اثنيناتهم. بعدها خلصت الحملة هاي ورجعنا على نقاطنا الأساسية. هلا احنا وقت التحرير شفنا صعوبات حيل، كان نقص لوجستيك، انه الطريق ما كان بيه، كان نقص مي، كذخيرة كمان كانت بيه نقص، نوم ما كنا ننام، كنا نتوزع الليل كلياته ونطلع حرس بسبيل انه ما يروح منا، ما تروح منا المنطقة او يستشهد منا حدا. على الأساس هذا كنا نطلع يوميا بالليل كلياتنا، وبالنهار كنا نتوزع كمان حرس 4 المنطقة ما كانت آمنة بلوب. بعدها بلشت حملة الصحراء تبعت الرقة، حملة الكرامة مال الكرامة القادسية، هي مشينا بيه بالحملة هاي. هلا صعوبات بالحملة شفناها كثير، بأوقات ما يبقى عندنا مي. احنا 10 رفاق كنا بالنقطة، كنا نتقاسم المي على موجب بقينا وحدة، كنا نتقاسمها 10 بسبيل انه نكفي الكل، انه لا الكل يشبع من المي ولا الكل يبقى عطشان. كنا اوقات تشوف رفيق تعبان قل له انت خليك احنا نطلع بدالك حتى انه يريح. هلا وقت حملة اتذكر مرة كنا بين مليحان وام الوحل، فخبرونا على القبضة، قالوا لنا هذا القادسية راحت واستشهد الشهيد السيد هو من راس العين ولازم نجيبه. فاجت السيارة واخذتنا ورحنا على القادسية، على الغازية تبعت القادسية معروفة. شفنا هيك هذا البهوز ونقول لازم تاخذون القادسية. فتنا اخذنا القادسية، بغينا اشتباك تقريبا شي يوم كامل، اليوم هذا ما شفنا بيه راحة بنوم. كان معنا هذا البوطان، اخذنا القادسية
بعد ما أعطينا شهيد والسيد هذا، السيد هذا واحد ثاني اسمه السيد كمان أعطيناه شهيد، صاروا عندنا 2 شهداء بذيك الحملة. القادسية احنا كان في مثل تقول طابور حركتنا، احنا كنا النقطة. طلعنا قالوا مزارع بدر كمان رايح لنا شهيد محمد من الجوادية. بالحملة هاي أعرف جبنا الشهيد محمد بس. الشهيد محمد استشهد، الرفاق انسحبت وهو استشهد قبل ما ناخذ النقطة بشي ساعة. هلا الرفاق احنا شفنا صعوبات حيل بالحملة، يعني شفنا صعوبات لدرجة انه شي ما تتحمل. اول شي تعب نفسي، خوف، ما في انسان ما يخاف. بس وقت نشوف او نسمع شهيد استشهد او رفيق انجرح كنا ننسى التعب كلياته. كنا نحاول انه نستمر بهالحملات او نستمر شو اسمه بقضيتنا، فلازم نستمر. بس الحملة الثالثة اللي فتنا بيها حملة الحمرات، حمرة بلاسم، هاي أتذكر فتنا بيها. بوقتها انضرب هبال دليل، صاوب برجله، وصار عندنا شهيد هبال نورس من تل تمر كمان استشهد بوقتها، نزل عليه هاون واستشهد. هو كان على النقطة اللي بجنبنا، كانوا دواشر ربعين هاون بال 2017 شهر الرابع، كانوا يضربوا عين هاون واستشهد الرفيق. نفس الطابور بس غير نقطة، كان 10. احنا كنا نقاط 10، يعني كل نقطة كان بها 10 رفيق. اسمها المنطقة اسمها الحمرات، يسموها لها حمرة بلاسم هالمنطقة هنيك. صارت عندنا اشتباكات كثيرة، لأنه كنا احنا نهاية بالواجهة، صار عندنا اشتباكات كثيرة. كان معنا رفيق من الجوادية تصاوب من الشدادي، رفيقنا من الجوادية احنا مشينا شلناه ومشينا، قال هبل لسه بقى سلاحه، قال ما راح اخلي سلاحه للدواعش ياخذونه حتى يضربونا به، لازم احنا نشيله. شلنا الرفيق ورجعنا، كملنا حملتنا ما وقفنا، يعني ما راح شفنا رفيقنا عطى دم ما راح نوقف لحد ما خلصت حملة حمرة بلاسم. وخلصناها بصعوبة حيل الصعوبة، يعني ما كنا ننام الليل، لا الليل ولا النهار. كنا نخاف، أول شيء نخاف على رفقاتنا اللي بالخط الثاني، إنه إحنا واجهة لهم، من إحنا نمنا أو غفينا الخط هذا كله راح. فكنا واقفين إحنا بالواجهة، ما كنا نعرف الراحة بنوم، إنه ما نزلنا إجازات، كانت كلها حملة واحدة. لو وقت فت هي رقة للرقة جوا على حي الصناعة. وقت فتنا على الصناعة، حي الصناعة، فتنا احنا ما كان في قدامنا غير الدواعش. بقينا يومين ما كنا نعرف الراحة شو هي. كانوا معنا رفاق، كنا احنا 10، لو اشتيك ما كان بيبنوا، لأنه ما كان يرجع من القناصات وهي. كان في قناص ما كان يخلينا نرفع راسنا بيه ونطلع حرس إلا نطلع من الطلاقيات حتى نعرف إنه إجانا حدا ولا ما إجانا. مرة الساعة 5 الصبح صار علينا اشتباك الصبح، فكان القناص يعني فوق القبة تبعية الجامع ما يخلينا نضرب أي طلقة. يعني كان يعني ما حدا يرفع راسه إلا ضربه. بوقتها كمان استشهد الشهيد عهد من تل كوتشر، فبنفس اليوم أنا تصاوبت. بنفس اليوم الساعة 2 الظهر كنت طالع حرس، فاجا واحد من الرفاق قال لي عبد الله انت فوت صلي الظهر وانا اوقف بدالك وانا طالع بعدك. قمت قلت له تمام.
قلت لا خليني أبقى موجود، ما راح يصيبني شيء. فنزل علي الهاون النزول، وقتها كان يبعد عندي تقريبا شي متر ونص الهاون. أول ما نزل طيرني شي مترين فوق ونزلت على الأرض. وقت نزلت ما كنت أشوف نوم، مسكت إيدي على عيني ما كان بي عين ولا كان بي جلد هنا بنوم خالص، كان كله مرفوع لي فوق. مسكت نزلت شو اسمه بإيدي، اللحم نزلته بإيدي، لحم عيني كلياته. مسكت عيني هاي كانت موجودة بس إني ما أشوف بيها ولا أقدر أقوم. كان رجليني ما يشيلني كمان، ما أقدر أقوم لأنه إصابة. مديت إيدي على عيني جوا هنا ولا في مثل نوع الحديد بعيني. رجعت حطيت إيدي بعيني هاي شظية من هنا إلى هنا، وهي كلها رايحة. فأنا كنت أعرف إنه في باب الغرفة يبعدني تقريبا شي مترين 3. صرت أمشي مع الحائط والدم كان ينزل مني، بس أنا كنت صاحي. كان بي رفيق قاعد، فت لعنده أمشي على رجليني على ركبي، قعدت على رجلينه. صيح للرفاق يقول هفال عبد الله استشهد. كنت أقول له لا، أنا لساتني عايش، بس عيني اليمين راحت وما أشوف. وقتها حكوا مع وقتها ربطوا راسي وحكوا مع الإسعافية لحتى تيجي تاخذني. قاموا شالوني الرفاق ببطانية ونزلوني جوا، كنا طابق ثاني، ونزلوني جوا. على نص الطريق اليشمر اللي رابطين بيها راسي انفكت. أقول للرفاق وصلنا المشفى؟ قالوا لا. قل لهم يا أخي بس هيك بالوقت هذا أحس إنه إحنا مو على طريق نساوي، إنه الشباب ماشي بغير طريق. أقول لهم أحس اليشمر فكت. قال والله أبو عبد الله قناص ضربك، قناص ضربك بالربطة مكان اليشمر. فاجت سيارة الإسعافية وأخذونا. لحد هلا في شظية براسي من طلقة القناص. فأخذونا على مشفى ركت السمرة، كان في مشفى ميدانية هناك. الله يرحمه الشهيد عاكف كان يقول لي بس ارفع راسك عشان ما تنزل دم. قل له عادي، بس خلينا اوصل المشفى امور كلها ان شاء الله بخير. كان المشفى حادثة عافية بس. فوصلنا هنيك. هذا عاكف كان ماسك ايدي، قال لي بس انت لا تستشهد. قلت له كلها بأمر رب العالمين. قمت شالوني جوا على الغرفة جوا، بلشوا ينظفوني بعيني، عين اليسار. واحد قالت لي تشوف؟ قلت لها ما أشوف. قامت كمان مسكت الضوء ما أعرف شنو كبسته بعيني، قلت لها كمان ما أشوف. قامت ضربتني إبرة بإيدي. بعد الإبرة هاي أنا فت بغيبوبة 4 أيام. حسيت إني مش في شيء خبط بالعناية. أول ما فتحت عين اليمين ما أشوف بها بنوم، مسكتها موجود العين بس إني ما أشوف بها. العين الثانية مسكرة شاش. سألت دكتور قالوا شو بي؟ قلت لهم شلون وضعي؟ قالوا ما بشي. عينك اليسار شغلته بسيطة تعالج، واليمين كمان تعالج، بس تحب تروح على الشام ولا على باشور؟ أنا وقتها كنت مطلوب للنظام السوري. أول شي قلت له لا بروح على باشور، بعدين قلت لا على الشام. رحنا على الشام، رحنا على دكتور باسل جنيد
مشفى الروضة. قال لي عبد الله عينك اليسار تصير، بس اليمين بدها تفريغ. قلت له أنا التفريغ ما أعرف شنو هو، فرغ. ماك تعرف شنو هو التفريغ؟ التفريغ هو شيل العين إذا ما كان باقي من غير شوي. قمت قلت له تمام. قام عيني هاي عالج لي اياها، صرت اشوف اول باول، صرت اشوف الضوء بس. فرحنا انا ووالد جيهان على مشفى المجتهد. فتنا على غرفة على الدكتور، قلنا له بالتفريغ. فتنا على العمليات، طلعت من عيني رايحة. أنا ما كنت أعرف شو هي التفريغ. كنت أسأل الرفاق إنه عيني تصير ما تصير، قالوا تصير ما بي شيء موجودة. فأنا كان في عندي إحساس بسيط إنه رايحة. بوقتها بقيت 15 يوم بعد ما شلت عيني. قمت كان بي عندنا شاب اسمه عقيد من عفرين، كنا نصيح له الخال. أقول له خال إمتى أطلع من المشفى؟ بدي أروح على البيت كفي خلاص. بعد ما خلص إجازة البيت أرجع على الرفاق، بدي أرجع أكمل دوامي. قال لي يلا ما بقى لك شيء، إن شاء الله بكرة تركب صفايح بالوجه، وبعد بكرة حط لك عين. قلت له ليش عيني رايحة؟ قال لي. قلت له الحمد لله. قال ليش ما انزعجت؟ قلت له أنا عيني راحت مو خسارة، عيني راحت فدت، يعني فدا وطني، فدا شعبي، فدا قائدنا. هلا أهلي وقت عرفوا الإصابة، أهلي وقت عرفوا قالوا إنه عبد الله استشهد. فجر لغم، ناس تقول لغم، ناس تقول سيارة مفخخة فجرت وعبد الله استشهد. فراحوا على مشفى الشهيد خبات، قالوا هنيك إذا كانوا عايش تلاقونه هنيك، وإذا كانوا ميت تلاقونه هنيك. أنا بوقتها كنت رايح على الشام. فاتوا لهنيك قالوا له والله عبد الله راح على الشام، عبد الله ما في شيء، بس عنده إصابة بالوجه. بعد فترة أبوي صار يتواصل معي، الأهل يتواصلوا معي. أبوي يقول لي بدي أجيك أطمن عن وضعك. أقول له ما يلزم. يقول لي ليش؟ أقول له بي عندي رفاق بجنبي، رفاق ما تركوني. فبعد فترة اجيت على البيت على حسكة هنا. كانت الناس تسألني شلون تصاوبت وليش ما هربت من الحكي هذا. كنت أقول لهم شلون إني نفس أهرب وأعرف رفقاتي وراي. قلت لهم أنا صح راحت عيني، بس ولكن كسبت شغلات كثيرة. أول شيء كسبت الكرامة، ثاني شيء كسبت يعني شغلات كثيرة، مثلا محبة رفاقي لإلي. الرفاق نفسهم إذا حدا بده يهرب صار ما يقدر يقول والله بي رفيق، طبعا عبد الله ضحى بعينه مشان نحن، لازم احنا كمان نكمل. هلا قبل الإصابة بيوم تقريبا كنت قاعد مع رفيق اسمه محمود الهول، من الهول هو. كنت أقول له محمود أنا راح يصير معي شيء، بس شنو هو ما أعرف، بس أعرف إنه راح يصيبني شيء. قال لي توكل. قلت له لا إله إلا الله، بس ولكن أعرف. قال لي شنو مشتهي؟ قلت له مشتهي أشوف أمي وأبوي بس، مو إنه أي شيء. قال لي طول بالك طول بالك إن شاء الله خير. فسبحان الله صارت الإصابة. بعد ما جيت من الشام ما تلقى علاج، صرت أروح وأرجع على المشفى. صرت أشوف رفاق المقطوعات رجلينه، اللي ما يقدر يمشي، اللي ما يشوف، صرت أساعده. اللي ما يقدر يمشي كنت أشيله، بوضع كنت أشيله. اللي ما يشوف كنت أمشيه، شو بده أجيب له. يعني حتى أثناء علاجي ما كنت أقعد، كنت أساعد رفاقي يعني
بقيت أكثر من سنة و3 شهور بالشام، كنت أساعد الرفاق الجرحى، أخدمهم كلياتهم، ما كنت أقصر مع حدا. أوجه رسالتي للقائد، أقول ما دام فيه جرحى حرب شرفاء مستمرين بالقضية هاي، إن شاء الله قضيتنا راح تنجح. وبوجه رسالتي لكل عسكري على الجرح إنه لا تخاف، خليك صامد. أنت ما عم تدافع عن أهلك بس، أنت عم تدافع عن شرفك، عم تدافع عن أرضك. أنت انسحبت من المكان اللي بيه بتسقط كل المنطقة.